بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هعمل وصفة الطحينة اللي أنا نزلتها في الفيديو الصبح، وفي كذا حد دخل قال لي نزليها. هحط كوباية زبادي وعليها كوباية طحينة خام، كوباية صغيرة مش كبيرة. أنا بحب أعمل الطحينة في الخلاط، بحس إن هي أحسن. أنا ممكن أضربها بالمضرب العادي وممكن أعملها بشوكة، بس في الخلاط بتبقى كويسة جدا. فص توم، نص معلقة ملح صغيرة، سنة كمون وسنة شطة طبعا اختياري، وممكن نزودها كمان لو احنا حابين، وعصرة ليمون. نحطهم في الخلاط ونضربهم كويس عشان التوم يتفرم كويس. بعدين بنضيف المية، نضيف شوية خل وبنضيف المية تدريجي واحدة واحدة، عشان نتحكم في القوام في القوام الطحينة، ما يبقاش خفيف. وهو لو تقيل احنا هنتصرف، لكن لو خفيف ممكن، لو مفيش عندك طحينة خام زيادة مش هتعرفي تتصرفي. فاللي هو احنا بنحط المية واحدة واحدة. الطحينة اللي فيها زبادي دي بتحط عليها المية فترة، ما ينفعش نحط عليها مية سخنة عشان فيها زبادي وخل وليمون، فهتبوظ بسرعة، يعني مش هتقعد كتير. ضربنا الحاجات دي مع بعضها، وبعدين نضيف بقى عليهم الخل والمية تدريجي. قوام الطحينة في الخلاط أفضل بكتير من المضرب اليدوي. لو جربتي تعمليها قبل كده بشوكة وجربتي أو بمضرب يدوي وجربتي تعمليها في الخلاط حلوة ومريحة أكتر. وطعمها حلو، تتاكل حاف، يعني ممكن تاكلها بعيش أصلا، يعني مش محتاجة جنبها مشاوية. كده بتبقى حلوة. ولو عملتيها وحطيتها في التلاجة وطلعت منها ما بيحصلهاش أي حاجة، بتبقى جميلة. كده قوامها حلو، بس حاسة ان هي عايزة تخفف شوية. انا بحبها تقيلة مش بحبها خفيفة، بس دي واضح ان هي تقيلة سن. ان شاء الله. كان ليا صحابي بيطلبوا من الطحينة دي بالذات، مش هقول اسمائهم بعين، وعايزين الطحينة بتاعتي. بس هي كده تمام. هنصبها بقى في الطبق اللي احنا نقدم فيه. والتزيين ده على حسب الرغبة، ممكن منزينش خالص اصلا، بس انا بحب احط على الطحينة شوية زيت زيتون لو موجود يعني. لو مش موجود على فكرة الزيت التاني ينفع عادي، بس المهم ما يكونش ليه الزيت لا يكون ليه ريحة ولا طعم، يعني زيت حلو نضيف يعني. شوية زيت زيتون ورشة بابريكا. ممكن نحط رشة شطة على فكرة، لو احنا عايزينها حر اكتر ممكن نحط رشة شطة. الشطة بتخلي طعمها تحفة اصلا. ندخل بقى على الوصفة التانية المفضلة إلى قلبي، يعني اللي أنا بعملها على طول. ما بعملش الزبادي كتير، أنا بعمل دي أكتر. أنا كنت حطيت في الخلاط، بس كنت مفكرة إن التليفون بيصور، طلع ما بيصورش. حطيت برضو الطحينة لوحدها، ما حطيتش زبادي. فص توم، سنة كمون، سنة شطة، وشوية عصير ليمون، نص معلقة صغيرة ملح. ضربتهم مع بعض كويس، وبعدين هنزل بمية سخنة ومية سخنة اوي،
وسنة خل، واحط المية بالتدريج. لو احتاجت مية تانية هحط لها برضو، عشان برضو ما تخفش مني، ووقتها مش هعرف اتصرف لو ما عنديش طحينة زيادة. وبرضو هرجع واقول الطحينة في الخلاط لو جربتها في الخلاط افضل 100 مرة من اللي بتتعمل بالمضرب اليدوي، تحفة، بتبقى اجمل كتير، بتبقى فرق كتير. في حاجات كانت تحت ما اتضربتش كويس، فهعملها تاني عشان تتضرب كويس، عشان هي النوع ده اصلا بيبقى تقيل شوية. هي حلاوته ان هو بيبقى تقيل، بيبقى شبه الكريمة بالظبط يعني حتى لما اجي اصبه كده من الدرق بتاع الخلاط ما بينزلش بسهولة زي التانية. بس ما شاء الله تحفة، يعني هو بالعيش كده، العيش حاف كده بيبقى طعمه تحفة، طعمها تحفة تحفة يعني. ألف أنا على اللي ياكل منها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا أي فيديو أنا بنزله. شكرا جدا.